واش بصح الماتش ديال تنزانيا غيكون ساهل ولا هذا غير فخ طاحوا فيه المغاربه وممكن يطيح فيه حتى الركراكي؟ بس ما وصلناش والتسديد والحارس. بقات يومين على الماتش ديال الثمن النهائي بين المغرب وتنزانيا، وكاين اللي مشى كيحلل معاه من غنتلاقاو في الربع ونسى بلي هذا الماتش راه اصلا صعيب بزاف وخاصنا نضربوا له الف حساب، خصوصا وان الركراكي موجد لنا صدمه العمر في هذا الماتش، وغادي نقول لكم علاش دابا شويه. انا كنقول ان وليد الركراكي سيعود الى المغرب. فمن بعد ما تاهلنا في الصداره بسبعه النقاط تسنينا شكون العدو اللي غيكون قدامنا، واذا بها تنزانيا اللي ولينا كنتلاقاوها هي وزامبيا بزاف. تنزانيا اللي الرتبه ديالها عالميا في التصنيف ديال الفيفا كتلعب بين 110 و 120 تقريبا بحال الترتيب ديال المغرب في التنميه البشريه وبالصحه وفي التعليم، يعني هو منتخب اللي ضعيف على الورق، ولكن اجي نقول لكم علاش هذا المنتخب بالضبط يقدر يخلق لنا مفاجاه او يصدمنا. وقبل ما نعرفوا تشكيله الركراكي في هذا الماتش اجيو نعطيكم نقاط القوه ديال تنزانيا. المنتخب التنزاني كيتوفر على واحد التنظيم دفاعي مزيان وكيعرف كيفاش يسد المساحات ويلعب ببلوك طايح، خصوصا قدام المنتخبات الكبيره بحال المغرب، يعني يقدر يعذبك عاد باش تماركي عليه. الجهد ديال التنزانيين كيبان بزاف في الدفاع على منظم لانهم هما ما عندهمش الهجوم. فاش شفنا النتائج ديالهم في هذا الكان غلقاو انه نيجيريا ربحاتهم بصعوبه بجوج وقدروا انهم يماركيو عليها واحد، واخيرا تعادلوا مع تونس وعذبوها لولا البيلانتي اللي جاهم في الاخر ديال الميطه الاولى. والتسديد والحارس وهذا بالتعادل. وهذا الشيء كيبين باللي صعيب بزاف انك توصل لكاري دي زويت وتماركي عليهم. ولا لاحظتوا معايا هذه راه نفس الخطه اللي لعب بها المغرب مع اسبانيا ومع البرتغال في كاس العالم، بالرغم ان المغرب كيبان ضعيف قدام هذه المنتخبات، ولكن بداك الدفاع وبداك البلوك الطايح قدر انه يشد الماتش كامل. وطبعا بما ان تنزانيا غير كيدافعوا فكيتسناو غير دير شي غلطه باش انهم يضربوك في المرتدات او في شي بيلانتي بارازار، خصوصا وانهم كيعتمدوا على السونطريات والكرات الثابته، اما فوت اما كورنير الى اخره. يعني الصعوبه ديال تنزانيا راه ماشي في الهجوم وانما في الدفاع ديالها، ولا بقاو معادلين معاك الماتش كامل غيديوك في الاخر البيلانتيات وتماك كتولي بحالك بحالهم. من جهه ثانيه تنزانيا ما عندها ما تخسر وغادي تدخل الماتش بلا ضغط، عكس المغرب اللي عليه مسؤوليه كبيره والركراكي والمنتخب مطلوب منهم يماركيو ويتاهلوا للربع. وما نساوش ان النفسيه كتلعب بزاف، واصلا الكوب دافريك كتلعب غير على جزئيات صغيره بزاف. الا طولنا باش نجيبوا البيت فغالبا غيولي الضغط كامل علينا. النقطه الايجابيه اللي خاص الركراكي يركز عليها هو انه واخا تنزانيا منظمين في الدفاع ولكن كيديروا شي شويه الاغلاط فرديه، الشيء اللي ممكن يتستغل مزيان لصالح المغرب. ثانيا تنزانيا عندها جوج ديال الحلول باش تماركي عليك، اما من الكرات الثابته واما من الهجمات المرتده، حيت ما عندهمش منتخب يقدر يبني الهجمه من الاول حتى يوصل لانه يماركي عليك. ونقطه الضعف الثالثه هو الميليو تيران ديالهم كيكون محلول شي شويه وكيخليو فيه مساحات، وهذا الشيء غيعاوننا الى الركراكي يلعب بالعيناوي بلاصه امرابه. اما خصوص التشكيله اللي ممكن الركراكي يلعب بها هو بونو في الحراسه ثم نايف اكرد ومسينا في قلب الدفاع، وهذا غيكون اختيار منطقي. في الاظهره غالبا غيبدا بنزراوي في اليسار وحكيمي في اليمين، وفي الوسط 50% يقدر يلعب بامرابط و50% بالعيناوي. طبعا المغاربه باغي العيناوي، ولكن انا كنقول باللي الركراكي يقدر يجيب شي فكره عجيبه في التخطيط ويدخل امرابط، لانه سبق وقال باللي هو وقفوا في الماتش ديال زامبيا غير حيت كان ما واجدش بدنيا. المهم في الوسط المتقدم غيكون الصباري ثم اناحي اللي شفت بزاف انتقدوه الماتش اللي فات، ولكن صراحه راه دار بون ماتش مع زامبيا، والاخطاء راه حاجه طبيعيه بحكم هو حلقه الوسط. في الهجوم نتمناو الركراكي يكمل بدياز وبالزلزولي لانه كيوسعوا التيران مزيان وكيجيبوا الدفاع لعندهم وكيعطيو واحد الفرصه حتى اللعابه اللي كيلعبوا في العمق انهم يدخلوا الكاري دي زويت. واخيرا في راس الحربه غيكون غالبا ايوب الكعبي اللي حتى لدابا راه يعول عليه، خصوصا في الجانب ديال انه يمارك. اللي خايف منه شخصيا هو ان الركراكي يبغي يدير شي خطه عجيبه او اللي يبدل في اللعابه اللي كانوا مزيانين الماتش اللي فات، حجه انه يعطي فرصه للعابه الثانيين، حيت هادشي راه ما فيهش الفرص. اللي دخل وعطى مزيان خاصنا نكملوا به في اي بوست كان. وتنزانيا راه سبق ولعبت مع المغرب 8 المرات، ربحاته مره واحده وخسرت قدامه 7 المرات، اخرهم في 2024 ب3-0 وفي شهر 1 2025 ب2-0 في تصفيات كاس العالم. يعني نسبيا الكفه لصالح المغرب، ولكن خاص يتلعب الماتش بجديه حيت ما بغيناش شي صدمه في هاد الثمن. دوزو بخير.